السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل عصير جميل جدا ومغذي للأطفال والكبار. هنعمل التين الشوكي. طبعا في ناس مش بتحب تاكله او بيتعب لها القولون، فالنهاردة هنعصره مع اضافة اللبن والعسل عشان نعزز القيمة الغذائية. حابة النهاردة اشكر كل حبايبي المتابعين اللي كلموني خاص واللي كلموني على القناة، بجد مش عارفة اقول لكم ايه والله. اجدع ناس وحبايبي واخواتي. وقفتوا جنبي ودعمتوني، ودايما يا رب تفضلوا كده في حياتي وندعم بعض والناس للناس. هو الموضوع والله ما كانش مشاهدات، الموضوع ان انا كنت تعبانه شويه، فهي جت كده الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هنجح واعدي طول ما انتوا جنبي ومعايا. نرجع لوصفتنا. معايا كوبايه لبن، 10 حبات من التين، معانا عسل، ظرف فانيليا، معانا تلج. نزلنا كده بكوبايه اللبن عليها 10 حبات من التين. عشاق التين الشوكي صراحه انا بحبه جدا جدا جدا، هو مغذي بس ساعات بيتعب القولون، فالعصير ده مفيد قوي، مش هيتعب لنا القولون. احنا ممكن نستبدل اللبن بميه، بس عشان زي ما قلت لكم بنعزز القيمه الغذائيه للاولاد، فضفنا اللبن عليه معلقتين عسل. ولو مش متوفر عسل ممكن نستخدم سكر. هنضيف كده قطعه تلج. ظرف فانيليا بيدينا ريحه جميله جدا. هنضربهم في الخلاطه او في الكبه. اذكروا الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. احنا ممكن نضيف عليه نعناع فريش او كيوي او تفاح، طبعا الحاجات دي مفيدة جدا وفيها حديد. هنبتدي نصفيه بالشكل ده من البذور. ما شاء الله شكله تحفة ويفتح النفس. طبعا الصيف لازم نشرب عصاير كتير ومية كتير. نصفيه بالشكل ده. حابة متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. عايزينه بقى مثلج وكده، هنحط قطع تلج في الكوبايات او في الكاسات، حاجة كده تنفع في الحر الجامد اللي احنا فيه ده. بنكتر بقى في قطع التلج عشان يطري على القلب. هنبتدي نصب العصير بالشكل ده، تحفة. اتمنى تجربوه يعجبكم، وسهل جدا. وطبعا التين متوفر، الموسم بتاعه موجود كتير ما شاء الله. اتمنى الوصفة تعجبكم حبايب قلبي وتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. والمرة التانية بشكركم جدا جدا، ومهما اقول والله مش هقدر يعني اطلع اللي جوايا من ناحيتكم. ربنا يا رب يحفظكم ليا يا رب ويخليكم ليا دايما، ما تحرمش منكم اجمل عيلة واجمل متابعين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.